وقد ازدهرت الموسيقى الأندلسية ووجدت لها مكانا آمنا في هذه الجوهرة التي ترعرع وبزغ منها كبار الفنانين والفنانات والشعراء والأدباء والموسيقيين، رجالا كانوا أم نساء، تركوا بصماتهم الفنية تشهد على ماض فني عريق لا يزال عبق عطره يطلق نبرات صوتية جميلة ورائعة، حفظت ورعت بجدية حب الفن الحوزي والتراث. من أمثال هؤلاء الفنانين الشيخة تيطمة المسماة في حقيقة الأمر ثابت فاطمة، وهي من مواليد تلمسان سنة 1891. ارتبط الاسم الفني للمرحومة تيطمة بكلمة الحوزي التي تعني نوع شعري وطابع موسيقي خاص بمدينة تلمسان، لأنه يخضع لقوانين لغوية خاصة ومحلية. وقد وصل هذا الفن أوجه مدعما من طرف شعراء وفناني المدرسة الكلاسيكية التلمسانية. كما ارتبطت كلمة الحوف بالشيخة تيطمة لما وجده من تعبير مطلق في هذا الصوت النسائي والغنائي الجميل. كانت الشيخة تيطمة تحسن العزف على آلة القويطرة والكمنجة، وكان مستواها اللغوي جيد مما سمح لها أن تترجم لكبار الشعراء والفنانين أمثال بن مسايب وبن سهلة وبن تريكي. أما الأوركسترا التي كانت تعمل بها فكان فيها كل من عمر بخشي وعبد الكريم دالي وجلال زروقي. منحت الشيخة تيطمة للفن الحوزي نبراتها الصوتية الرائعة بمواضيع مختلفة حفظت بها جمالية الفن والموسيقى معا. توفيت الشيخة تيطمة في 22 من أفريل سنة 1962 لتبقى كرمز من رموز الفن المعطاء ومدرسة مثالية لكثير من الفنانات اللواتي تبعن فنها العريق، أمثال المرحومة مريم فكاي في الجزائر العاصمة وغيرها من الجزائريات التي لا تزال تفخرن بأصوات ذهبت لكنها لا تزال تسمع نبرات فنها الذي لا يمكن له أن يندثر. هي إذن الفنانة القديرة رحمة الله عليها الشيخة تيطمة اللي قلنا في أنها بدايتها كانت في تلمسان مع المداحات والفقيرات، ولقائها بالشاعر والملحن مولاي إدريس مدغري كان أهم نقطة في بدايتها الفنية، حيث كان الأب الروحي نتاعها وكان مكتشفها وأيضا أستاذها. قلنا أنها فيما بعد هاجرت إلى المغرب إلى فاس بالتحديد ومنها إلى وجدة. وهنا الفنانة زكية قارة تركي حبيتي تدخلي في هذه النقطة بالذات، لأنه كما قلنا هذيك الفترة المرأة ما كانش سهل عليها أنها تكون فنانة في هذيك السنوات. هي على كل حال أنا ذاك الوقت كنت صغيرة ولكن عندي معلومات عليها. هي راحت، علاش راحت لمدينة فاس ومن بعد وجدة؟ على كل حال ما طولتش، ولكن في مدينة تلمسان كان هذاك الوقت شيء شوية أصعب وكان شوية مزير. هذا هو الشيء اللي خلاها راحت هجرت، ولكن ما طولتش هذا الشيء اللي قعدت 6 سنوات بين فاس ووجدة برك. ومن بعد عاود انتقلت في 1925 رجعت إلى الجزائر. السيد عبد القادر بن دعماش. بطبيعة الحال ماهيش فقط خاصة بمدينة تلمسان، يعني كل الجزائر كانت محافظة، والمرأة ما لازم لهاش تروح مباشرة للوسط الرجالي،
وهذا عرفناه كذلك في الجزائر العاصمه. الجزائر العاصمه تصيب معلمه يامنه بنت الحاج المهدي توفت في 32. هذيك المرأة هذه لأول مرة في 1927 عاونها محي الدين باشترزي وتقدمت إلى الجمهور الرجالي لأول مرة في التاريخ. يعني وشوف وحنا رانا مع الشيخه تيتما تاب تيتما رانا قبل 27، يعني كانت الامور يعني ثابته ومغلوقه وصارمه وما كانش المراه ما لازمهاش تخرج الى كانت ربما ما لازمهاش تخرج خارج الدار كيف حتى تروح للمجال الفني، وهي كانت تمسكت هي بالفن نتاعها. كان عندها كانت مولوعه زياده على الفنانات اللي كانوا معروفات هذاك الوقت. كانوا فقيرات ومداحات كانوا كثير منهم، كانوا نشاط كبير في هذا الميدان. هي كانت قاريه، قرات القران، المدرسه القرآن اللغه العربيه، دخلت الجامعه وقرات كانت تكتب مليح وكانت تفهم القصائد وكانت تفهم الحوزي. ولهذا الغرض اليوم نقولوا الشيخه تيتما اتت بالحوزي الى العاصمه. أيوة. وهنا محطه اخرى. ما هو الحوزي؟ يعني ذكرناه من قبل، ذكروه كذلك في الشريط. الحوزي هذا نوع من الشعر الملحون خاص بشعراء تلمسان، بن مسعيب، بن طريكي، بن دباح، وبدا في القرن السادس عشر مع شعراء واحد اخرين، ولكن في وين تمركز وين ولا مليح بزاف في القرن الثامن عشر. وبقى هكذاك. هذا خاص بمدينه تلمسان، وهذا جاي نقدروا نقولوا هذا جاي من الاندلسي، النوع التلمساني، يعني خارج شويه منه. وطوروه التلمسانيين، طوروه شعراء تلمسان، بن دباح مثلا وبن طريكي ومحمد وبومدين بن سهله، وحتى في القرن العشرين نقدر بن عاشور الزرهوني وغيرهم من الشعراء الكبار اللي رجعوا هذاك النوع نتاع الحوزي، رجعوه نوع شعبي، نوع الشعر الملحون على المستوى الوطني. في نفس الوقت نقولوا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر خلق نوع واحد اخر في الجزائر العاصمه مع النوع الاندلسي اللي كان موجود هنا في الجزائر والصنعه تاع الجزائر العاصمه. خرج منه العروبي، يعني في نفس الظروف. كي تشوف العروبي وتشوف الحوزي تيبهم كيف نوع واحد، نوع الشعر الملحون. الشعر الملحون هو نفس الشيء في قسنطينه مع المالوف تاع مدينه قسنطينه، وتصيب يخدموا نوع شعبي، نوع نقدروا نقولوا ملحون بين قوسين في واسمه المحجوز. يعني شوف ثلاثه تاع الانواع نشأوا في ظرف واحد وفي فتره واحده، في فتره واحده. هذاك نقولوا الحوزي. من بعد الحوزي مع الشيخه تيتما، احنا اليوم رانا نذكروا فيها، ومع عبد الكريم دالي ومع العربي بن صاري، مع كلهم مشايخ كبار اللي طوروا هذا النوع ووصلوه حتى لقسنطينه وعنابه وكل انحاء الوطن. نعم. السيده على كل حال الشيخه تيتما الله يرحمها. نرجع للحوفي. بدات بالحوفي هي، من بعد عاود غنات الحوزي شحال وهي مع الحوزي تغنيه، ومن بعد رجعت النوبه، بدات تغني النوبه تاع الاندلس. هذا هو الشيء اللي حبيت نقوله. المراحل اللي مرت عليها يعني في المجال وكونت الجوق الموسيقي نتاعها. تفضل قبل ما نروحوا نبقاو مع النوبه، قبل ما نروحوا للجوق الموسيقي. 1934 هذه لاول مره. هو كي وصلت للجزائر العاصمه جات مطربه كبيره، ولكن كانت تنطق بهذيك القاف، ما ينطقش اللهجه التلمسانيه. تقول حتى كي كانت تنطق كما قال موسى بن عماش تغني كانت تقول بالآ. كانت توصل في الجزائر، حبوها الناس، ومع اللي كانت ذكيه وقاريه وكذا. دخلت في الجوق تاع مريم فكاي. وهذه مريم فكاي البسكريه توفات في 1961 بالضبط، يعني هي ثاني قبلها بعام يعني. قبلها بعام. وكانت شيخه كبيره، كانت من المطربات الكبار اللي كانوا كونوا جوق كبير نسوي، وكانت هي اللي كانت تعطي الفرصه لكل المطربات. في هذاك الجوق اللي تكونت شيخه فضيله الزيريه، في هذاك الوقت اللي كذلك تكونت وترعرعت في الجزائر العاصمه، وين جابت الحوزي وجابت الحوفي وجابت الطريقه تاعها اللي تعرفها في تلمسان اللي جابتها الجزائر العاصمه. والحوفي نسوي، كانوا غير النساء يحوفوا.
أما الحوزي فلا، ما كانش أما الحوزي رجال، وي. فيدخلوا ما كانش فيه رجال. تدخل فيه أصوات وي، رجالية. كانت طيب أستاذ بن دعماش، قلنا أنها دارت الجوق، هي تعزف، قلنا تعزف على الكويترا، دارت الجوق نتاعها. كانت عازفه ماهره في زوج الات دو انسترومون، الفيولون والكويترا، الكمان والكويترا. أسست الجوق نتاعها اللي كان فيه الفنان القدير رحمة الله عليه عبد الكريم دالي. الجوق نتاعها كان متكون من موسيقيين رجال. كانت في البدايه كان هذاك كما ذكرتهم في بدايه الحصه عمر البخشي والشيخ جلالي الزروقي وكذا، هذوك بصح من بعد جات واحد جات دخلت موجه اخرى دخلت معها، لكن البدايه كانت يعني الجزائر العاصمه ولا دخل النساء، ولات تشجع ناس واحد اخرين، شجعت عبد الكريم دالي باش يسجل مثلا اسطوانات. كانت شيخه عظيمه على كل حال، كانت تعاون الناس وكانت تعطيهم المجهود، وكانت كما قال وكان عندها بروغرام كبير بزاف، عندها ريبرتوار كبير، عندها رصيد. نعم. كانت فنانه عظيمه. الريبرتوار تاعها باش نتكلموا على الرصيد الفني نتاعها، جسد تقريبا 50 عمل فني اللي تسجل حتى ل 54 نقدر نقول في وقت اندلاع الثوره التحريريه، حبست من التسجيلات 50 تسجيل، واخر تسجيل هو لله توب يا بنادم. لله توب يا بنادم هذه قصيده للشيخ سيدي الخضر بن خلوف، هذه التسجيل موجود، وخلتنا نتمعنوا اليوم كيفاش تحبس التسجيل، كيفاش توقف تضامنا مع الثوره التحريريه، وكيفاش سجلت الكثير من الاسطوانات وهي وحدها وتقاوم وتظهر المراه الجزائريه، وظهر كذلك التقاليد، وظهر في نفس الوقت التراث والفن الجزائري. وهذاك الوقت ما كانش امكانيات، كانوا يسجلوا غير بالقليل، ما كانش الماتيريال بزياده، ما كانوا لي 33 تور كانوا هذاك الوقت، وما كانوش يسجلوا كامل نوبه في الديسك واحد هذاك الوقت، ما يكفيش يسجلوا غير المصدر وخلاص، ولا مصدر ولا بطايحي. باش يكونوا عارفين المشاهد يكون عارف 78 تور كان فيه 3 دقائق منا و3 دقائق منا، فوالا ما كانش بزاف، حتى توصل ما كانوش يسجلوا كامل النوبه. في 58 اللي دخل كما اليوم ال 45 لفه هذا 45 تور اللي كان فيه 6 دقائق. اليوم شي تطور وراه كاين كلش. نسمعوا شي بصوتك الفنانه زكيه قاره تركي. انا كي تكلمنا على الحوفي جوستومون، نعم. كانت تحبوا بزاف، الله يرحمها، كانت تحبوا هذا، كانت على الوريط، كتحوف بزاف. مشيت الوريط كتقول مشيت الوريط وريت ومشيت ننظر فيه، صابت الكراكر من الحاجات